اللي يعني ورانا كلنا اننا كان مضحوك علينا. والله انا كان مضحوك عليا، وان في فرق بين البرازيل الاصلي والتايواني. الفرق ما بين الاصلي والمغشوش. امبارح بزيرة يعني اداء يمتعك كده في اللعب في الكوره، انطلاقات وتسديدات وصناعه فرص لزمايله وغيره. ده كمان في موقف واحد ضد واحد، مهاره تخرج الاهات كده من الجماهير، وهو ده اللعيب اللي انا محتاجه، هو ده اللعيب اللي لاقي على نادي الزمالك. وطبعا انا عندي بقى مشكله ثانيه، مع ان كل ما بزيرة يتالق الناس تفتكر وتتاكد ان احنا كان مضحوك علينا. انا كان مضحوك عليا كل الفتره اللي فاتت دي. يعني كان عندنا حد كده درجن وقعد بقى واتشرط على النادي اللي صنعه، وقال عايز 80 مليون جنيه، وعايز بابا ياخد له 15 مليون، وعايز منحة تعاقد 50 مليون. ليه يعني؟ بتعمل ايه يعني في الملعب يعني؟ بجد انا هشتري ميسي. انت طبعا لقيت اللي وافق على ده، طبعا انا حاجه ما تخصنيش، انت لقيت اللي وافق لك على ده واداك 400 مليون جنيه. انا متاكده انه بيندم دلوقتي. ما انا لما اشوف واحد زي بيزيرا مثلا اللي عنده 22 سنه. درجن. بصوا يا جماعه، يعني انا مثلا راجل او احنا كاهلاويه، لما عبد الله السعيد مشي من الاهلي ناس تقول لك عبد الله السعيد مش اصلا اهلي بس كان لعيب كوره. في ناس كده اهلاويه يقولوا كده كتير، بنعترف ان كان عندنا لعيب ومشي وزعلانين منه بس مشي، بس اقول لك ده كان لعيب كوره. يعني زيزو هي بتتكلم عليه، ده جاب لهم بطولات كتير جدا في الزمالك، واخرهم كاس مصر السنه اللي فاتت لما جاب هدف الفوز في سيراميكا كليوباترا بتضرب للنهائي. هي بتتكلم دي تقول لك كان لعيب درجن ومش عارف ايه وملوش لازمه وبيزير. كوميديا في نادي الزمالك او كوميديا في قناه الزمالك بجد، والله والله العظيم كوميديا. يعني راجل هو مثلا احمد عبد القادر اللي مشي من الاهلي واحتمال يروح للزمالك. احمد عبد القادر مقتنع بامكانياته، لعيب كوره عادي جدا، ما اقولش وحش. بتضحكوا على مين بس؟ مش فاهم والله، والله بتضحكوا على مين؟ والله يا بنتي انت اللي درجن.